الامن كان مشدود 3 ايام، وخصوصا اخر يوم 16. الامن الوطني في مصر متابع ثوره المفاصل، وهم ما كانوش عارفين يرصدوا خالص ايه الحاله دي، فتفتق ذهنهم عن فكره لوزعيه جهنميه. ان من يستطيع ان يعطينا معلومات صحيحه هو اداره المرور، عشان يعرفوا حركه الناس في الشارع، عربياتهم والمره بيزيدوا ولا بيقلوا، وخصوصا في فتره قياس الجاهزيه. نتيجه ان هم شدوا وقلقوا قلق شديد جدا، ولقوا ان في فترات قياس الجاهزيه اختناقات مروريه كثيره، زحام على محطات البنزين في اوقات بالنسبه لهم غير مكرره، عدد الماره والناس في الشوارع كتير. عشان كده حضراتكم شفتوا ال3 ايام اللي كان الامن نازل بعربياته المصفحه وبجنوده وبظباطه وبالامن الوطني وبالبلطجيه. فبقى النظام عنده ايمان وثقه ان ثوره المفاصل قد تنجح اكتر من متابعين ثوره المفاصل.